طبعا حياكم الله من جديد متابعينا في آخر محطات أمسية اليوم. من جديد نرحب بنجومنا على المسرح للإعلان عن قرار اللجنة وبطاقات التأهيل لفرسان الليلة، لكن قبل بنذكركم أن الكل كانت له الفرصة للتعبير على انطباعه على مشاركات الفرسان، وجمهور الشعر كانت له أحقية التصويت عبر الموقع الرسمي للبرنامج. خلونا نتعرف على نتائج تصويتكم لشعرائكم. بنشوف وبنتعرف على النتائج اللي منحتوها لشعراءكم. أعلى نسبة تصويت للشاعر منو يا مخرجنا؟ محسن الحمري من البحرين حصل على أعلى نسبة تصويت من جمهورنا من خلال متابعته عبر المواقع الاجتماعية. الآن الفرصة لكم حضورنا الكريم أيضا في المسرح لاختيار الشاعر المفضل لديكم من شعراء أمسية الليلة. بسيطة مثل كل سنة، الأجهزة بيديكم والأرقام راح أقول لكم عنها من 1 إلى 8، تختارون الشاعر بضغط الزر، الأجهزة أمامكم. أذكركم بالأسماء أولاً. الشاعر رقم 1 بيكون زكريا سلمان الزغاميم، الشاعر رقم 2 طلال بن عون، الشاعر رقم 3 علي آل محشي القرني، الشاعر رقم 4 مدلاد الفعم، الشاعر رقم 5 محسن الحمري، والشاعر رقم 6 محمد قاسم الحجاجي، والشاعر رقم 7 معجب بن جلعود القحطاني، والشاعر رقم 8 نايل سهو الظفيري. حضورنا الأجهزة بيديكم، تفضلوا من 1 ل 8. بسم الله. مخرجنا العزيز يقول لي وصلت النتيجة، ممكن تعطيني إياها لو سمحت؟ نشوف منو أعلى شاعر حصل على إعجاب حضورنا اللي في المسرح. أعلى نسبة معجب بن جلعود القحطاني، 30% حصل على انطباع حضورنا في مسرح شاطئ الراحة. أكيد جمهورنا ومتابعينا منتظرين هاللحظة، لحظة إعلان النتيجة والتعرف على المتأهلين من أمسية اليوم بقرار لجنة التحكيم. قرار لجنتنا ولجنتنا العزيزة في كل حلقة تختار شاعرين من ال8 شعراء يأهلونهم للمرحلة القادمة. فيه شاعر بينتظر أسبوع من القلق والانتظار والصبر والمجهود كبير، وفيه شاعرين بيرتاحون بقرار لجنتنا العزيزة. من اللي بيقعد أسبوع؟ منو حصل على أعلى درجة من الحضور؟ ما أسمع. وألف مبروك المعجب، متأهل بقرار اللجنة. سهل. عفوا معجب، تأهلت في قلبي أنا سمعت الصوت غلط، ولكن أسبوع من الانتظار، أنا مش قاصد إنها فعلا. مخرجنا معجب، أسبوع من الانتظار. الفايز علي محشي القرني بقرار لجنة التحكيم. علي آل محشي. أسمع مخرجنا. ممتاز. وصلني أيضا المتأهل الثاني بقرار من اللجنة وتأكدت من الاسم. خلوه قبل أعلنه. شاعرنا شو تتوقع؟ ما أدري. أسبوع انتظار. طلال. الله يوفقك. أسبوع انتظار. أسبوع انتظار. معجب، أسبوع انتظار. وأنا بكل أمانة ما سمعت صوت غلط، ولكن إن شاء الله راح تتأهل. أسبوع انتظار وألف مبروك محمد قاسم الحجاجي المتأهل الثاني بقرار لجنة التحكيم. ألف مبروك، أعلى درجة خذها من لجنة التحكيم محمد قاسم الحجاجي. ثاني أعلى درجة علي آل محسن القرني اللي تأهلوا بقرار اللجنة. فيه 6 شعراء راح ينتظرون أسبوع.
النتائج اللي حصلوا عليها من لجنة التحكيم: زكريا 45 من 50، طلال 42 من 50، علي حسن 46، 43، مدراد محسن 44، محمد قاسم 49، معجب 44، نايل 45. أبارك للي تأهلوا. واللجنة قالت قرارها وأهلت 2 من الشعراء في أمسيتنا الليلة، و6 شعراء راح ينتظرون لأسبوع آخر تصويتكم لاختيار شاعرين للتأهل للمرحلة الثانية. نجومكم بانتظار دعمكم. كل اللي عليك تسويه انك تحط رقم شاعرك المفضل. الشاعر رقم 16 زكريا سلمان الزغامي من الأردن. الشاعر رقم 21 طلال بن عون من سوريا. الشاعر رقم 37 مجلاد الفعم من الكويت. والشاعر رقم 38 محسن الحمري من البحرين. الشاعر رقم 44 معجب بن جلعود القحطاني من الكويت. والشاعر رقم 46 نايل السهو الظفيري من السعودية. صوت لنجمك المفضل بأنك ترسل رقم تصويته على أحد الأرقام اللي نشوفها مع بعض عبر شاشتنا. أمسيتنا الليلة انتهت. أمسيتنا الليلة انتهت، لكن في نهايتها بداية جديدة لتنافس أجمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. خلونا نتعرف على نجوم أمسيتنا القادمة. الشاعر رقم 1 الشاذلي العجب من السودان. الشاعر رقم 5 أسامة محمد السردي من الأردن. الشاعر رقم 14 خالد صالح القحطاني من السعودية. الشاعر رقم 17 سعود كايد البلوي من السعودية. الشاعر رقم 20 سيف بن سالم المنصوري من الإمارات. والشاعر رقم 23 عبد الله الحميدي الرشيدي من السعودية. والشاعر رقم 24 عبد الله برجس الحيلان من الكويت. والشاعر رقم 35 كامل ناصر سعد البطحري من سلطنة عمان. شاطئ الراحة اليوم عاش التميز بمتابعتكم الجميلة وبإبداع الفرسان. منافسة جديدة وإثارة أخرى في انتظاركم الأسبوع الجاي يوم الأربعاء القادم بنفس الموعد على قناة أبو ظبي الإمارات، ويمكنكم متابعة الإعادة على عبر قناة بينونة. ولا تنسون متابعة أجرأ الحوارات والنقاشات في مختلف محاور الفكر والأدب والثقافة في المغاني على قناة أبو ظبي الإمارات وقناة بينونة مع الزميل عارف عمر. كونوا في المتابعة. وصلنا لختام هالحلقة. الشكر موصول للجنة التحكيم ولحضورنا المميز في المسرح، ونلقاكم الأسبوع الجاي على خير بإذن الله. ودائما نقول خلوا العيون على شاعر المليون.